قبل ما نبدأ فيلمنا اشترك يلا عندنا علشان تلاقي الملخصات كلها هنا، ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بعالم خيالي بمملكتين موجودين جنب بعض، والمملكتين دول بيكون في عداوة شديدة جدا بينهم وبيكرهوا بعض جدا. والمملكة الأولى بيعيش فيها البشر وبيحكمهم ملك متكبر، وكل البشر اللي في المملكة بتاعته بيغيروا من ثروته. وكمان المملكة التانية اللي هي اسمها مملكة مورز، واللي بيعيش فيها مخلوقات سحرية وعجيبة، ومن ضمن المخلوقات السحرية دي جنية اسمها ميليفيسنت، واللي بتكون عندها قوة جبارة جدا ومن أقوى مخلوقات المملكة رغم صغر سنها. وبيكون واضح إن ميليفيسنت محبوبة من كل الموجودين في المملكة، وإن هي جنية لطيفة. وأثناء ما ميليفيسنت بتكون بتتمشى في المملكة بتتفاجئ إن حرس المملكة ماسكين بشري حرامي وبيكون داخل يسرق منهم مجوهرات. فبتتدخل ميليفيسنت علشان تشوف شكل الحرامي ده، وبتتصدم لما بتلاقي ولد صغير واسمه ستيفن. فبتطلب منه يرجع الجواهر اللي سرقها، فبيسمع كلامها وبيرجع لها الجواهر. وبيتمشوا سوا في الغابة وبيفضلوا يدردشوا سوا، وبتعرف منه إن هو ولد يتيم وفقير وشغال فلاح في مملكة البشر وبيعيش حياة صعبة جدا. فبتفضل ميليفيسنت تواسيه وبتتمشى معاه لحد ما بيوصل لمملكة البشر. وقبل ما يمشي ستيفن ويدخل مملكته بيسلم عليها، لكن المفاجأة اللي بيحصل في حرق صغير في ايديها، وده لأن ستيفن بيكون لابس خاتم حديد، والحديد بيحرق الجنيات ويعتبر هو نقطة ضعفهم. وأول ما ستيفن بيعرف كده بيعتذر لها جدا وبيقلع الخاتم اللي في ايده وبيرميه علشانها. ولما بيعمل كده هي بتبدأ تعجب بيه وبتقع في حبه. وبتعدي الأيام والأسابيع وبيرجع ستيفن للمملكة من تاني، لكن المرة دي ما بيكونش جاي عشان يسرق، وبيكون جاي يقابل ميليفيسنت لأنه بيكون وقع في حبها، وهي كمان بتبادلوا نفس الشعور. وهما الاتنين بيقضوا وقت كتير سوا وبيستمتعوا بوقتهم. وبتعدي السنين وستيفن وميليفيسنت بيكونوا كبروا وبقوا عندهم 16 سنة، وحبهم لبعض بيكبر مع الوقت. وفي يوم عيد ميلاد ميليفيسنت بيقرب منها ستيفن وبيعترف لها بحبه، وهي كمان بتعترف له بحبها. وبتمر سنين كمان وهما الاتنين بيكبروا أكتر، وميليفيسنت بتبقى هي حامية مملكة الجنيات، وده بسبب قوتها الكبيرة. لكن المشكلة إن هي ما كانتش بتسمع أي أخبار عن ستيفن، وكان بيتجاهلها وما بيجيش يزورها. وبسبب إهمال ستيفن ليها كانت حاسة بوحدة شديدة، وكانت بتمر بفترة صعبة جدا. وبرغم كده كانت بتحاول تتعايش مع الوضع ده وبتركز على حماية مملكتها من أي خطر. لكن على الجانب الآخر ملك البشر سمع عن ميليفيسنت وسمع عن قوتها الرهيبة، فقرر يقضي عليها وعلى مملكة الجنيات كلها. وبالفعل أخذ الملك الجيش بتاعه واتحرك ناحية مملكة الجنيات علشان يخلص على كل الموجودين فيها. لكن بمجرد ما وصل لهناك لقى ميليفيسنت مستنياه ومعاها جيش قوي جدا من المخلوقات السحرية علشان تواجهه بيه. وبدأت المعركة بين الطرفين، وميليفيسنت وجيشها السحري قدروا يتصدوا للملك. وفي وسط المعركة هجمت ميليفيسنت على الملك وعملت له إصابة خطيرة، وعشان كده اضطر الملك إن هو ينسحب فورا ويرجع تاني على مملكته هو واللي باقي من جيشه. ولما رجع الملك لمملكته كان متضايق جدا بسبب اللي ميليفيسنت عملته فيه، وكان عاوز ينتقم منها بأي شكل. وعشان كده جمع الملك كل الوزراء بتوعه وكل اللي شغالين عنده علشان يبلغهم بخبر مهم. والخبر ده ان اللي هينتقم له وهيقتل ميليفيسنت هيتجوز بنته وهيحكم المملكة بعد ما هو يموت. وساعتها اتصدم كل الموجودين، وكان من ضمنهم ستيفن، واللي بيكون شغال في الوقت ده خادم في القصر الملكي بعد ما كبر. واول ما ستيفن سمع كده خاف على ميليفيسنت حبيبته وقرر يروح يحذرها. وبالفعل راح ستيفن لميليفيسنت وقال لها على قرار الملك وطلب منها تاخد حذرها، لكن هي كانت زعلانة منه وعلى إهماله طول المدة دي. فاعتذر لها ستيفن عن غيابه عنها، وهي سامحته علشان هي بتكون بتحبه جدا. وبعد كده قعدوا يتكلموا شوية مع بعض، لكن وهم قاعدين بيتكلموا بيديها ستيفن مشروب، ولما بتشرب ميليفيسنت من المشروب ده بيغمى عليها. وهنا بنكتشف ان ستيفن ما كانش جاي يحذرها، لكن كان جاي يخدرها ويقتلها، وده لانه عاوز يبقى الملك. ولما اغمى عليها طلع ستيفن سكينة وحاول يقضي عليها، لكن بعد تردد كبير ما قدرش يقتلها، لكنه جات له فكرة مجنونة، واللي هي ان هو يقطع اجنحة ميليفيسنت ويديها للملك على ان هو قدر يقتلها. ولما بيجي تاني يوم بيروح ستيفن للملك ومعاه اجنحة ميليفيسنت، وبيقدم الاجنحة دي للملك وبيقول له ان هو انتقم له من الجنية وخلص عليها خلاص. فاول ما الملك بيشوف اجنحة ميليفيسنت بيفرح جدا، وبيقول لستيفن ان هو هيكون الوريث بتاعه وهيكون الملك اكيد من بعده. وفي نفس الوقت ده بتصحى ميليفيسنت من فقدان الوعي اللي كانت فيه، وبتعرف ان اجنحتها اتقطعت، وبتبدأ تستوعب بالتدريج اللي حصل. ولما بتفهم اللي حصل ده بتتصدم من خيانة ستيفن، وبتفضل تصرخ وتعيط بشكل هستيري. ولما بتهدى من الحالة اللي هي فيها بتبدأ شخصيتها تتغير 180 درجة، والجنية الطيبة اللطيفة بتتغير تماما وبتتحول لشخص شرير ومخيف. وبتقرر ان هي مش هتثق في اي شخص تاني ابدا، ومش هتدي الامان لاي حد مهما كان. وكمان بتاخد قرار ان هي هتنتقم من ستيف وتندمه على اللي عمله. لكن المشكلة اللي بتواجهها ان هي مش هتقدر تطير وتتحرك من مكان
مكان لمكان تاني بعد ما جناحاتها اتقطعت، وعلشان كده هي بتقرر تعين كائن بيقدر يطير علشان يساعدها في الانتقام من ستيفن، وبتجيبه غراب اسمه ديفل وبتحوله لإنسان، وبتديله مهمة، والمهمة دي انه يجيب لها كل اخبار مملكة البشر. وبكده تكون ماليفيسنت خدت اول خطوة في رحلة انتقامها من البشر. وبتعدي الايام وبيموت الملك، وبعد موته بيتجوز ستيفن من بنت الملك، وبيكون ستيفن رسمي هو الملك للبشر. وبيكون ديفال شاف كل ده وراح نقل الخبر لماليفيسنت، واللي بتزعل اكتر واكتر لما بتعرف ان ستيفن خان حبها وباع كل حاجة علشان يبقى الملك. ومع زيادة حزنها بتزيد رغبتها في الانتقام من ستيفن، وبتكون شخصية مظلمة اكتر من الاول، لدرجة ان المخلوقات السحرية اللي في المملكة بتاعتها واللي كانوا بيحبوها بقى يخافوا منها جدا، ودايما بيعملوا لها ألف حساب. وبتعدي شهور وبنشوف ديفال واللي هو جاي يبلغ ماليفيسنت خبر مهم جدا، والخبر ده ان الملكة مرات ستيفن خلفت النهارده طفلة جميلة اسمها أورورا، وان مملكة البشر كلها بيحتفلوا بمولد أورورا، والملك عمل حفلة كبيرة على شرف بنته. فبتقرر ماليفيسنت ان هي تروح تبارك لستيف وتشوف المولودة، وبيكون عينيها كلها شر وشكلها مش ناوي على خير ابدا. وبالفعل بتقتحم ماليفيسنت الحفلة اللي ستيفن عملها لبنته، وبتسلم على ستيفن وعلى كل الموجودين، وبتقول لستيفن بسخرية ان هي زعلانة منه علشان ما عزمهاش على الحفلة. فبيحرجها ستيفن وبيقول لها ان هي مش مرحب بيها في الحفلة، ولا اصلا مرحب بيها في مملكة البشر كلها. فبتقول له ان هي جاية ونيتها سليمة وعاوزة تدي هدية للمولودة زي باقي الحضور. وبتروح ماليفيسنت للمولودة وبتلقى عليها تعويذة، وبتقول له ان هي هتعيش حياة جميلة ولطيفة لحد ما تتم 16 سنة بس، وفي يوم عيد ميلادها ال16 هتنام نوم ابدي وعمرها ما هتصحى منه ابدا. فبينهار ستيفن وبيترجى ماليفيسنت قدام كل الحضور انها ما تأذيش بنته. فبتقول له ماليفيسنت يترجاها مرة تانية وساعتها هتفكر في الرجاء بتاعه. فبيترجاها ستيفن مرة تانية وساعتها بتغير ماليفيسنت التعويذة اللي هي ألقتها على بنته، وبتقول له ان أورورا ممكن تصحى من النوم الابدي في حالة واحدة بس، واللي هي قبلة الحب الحقيقي. وده لان ماليفيسنت بعد اللي عمله ستيفن معاها بقت تعتقد ان مفيش حاجة اسمها حب حقيقي، وان هو لما قال لها ان هو بيحبها ويقرب منها كان عندها 16 سنة وكان كل ده كده، وبالدليل كل اللي عمله فيها. وعشان كده قررت تنتقم منه في اقرب حاجة ليه واللي هي بنته. وبتمشي بعد كده ماليفيسنت من القصر الملكي وهي فرحانة، ولما بتمشي بيكون ستيفن خايف على بنته جدا، فبيديها ل3 جنيات علشان يربوها في مكان سري بعيد عن ماليفيسنت، وعلى امل ان الجنيات دول يعرفوا يوقفوا اللعنة قبل ما أورورا تتم 16 سنة. وكمان حاول بعد كده ستيفن يخلص على ماليفيسنت وبعت لها الجيش عشان يحاربوها ويقضوا عليها، لكن ماليفيسنت عملت جدار سحري من الاشجار يمنع اي شخص يدخل مملكتها. وفي نفس الوقت ده بيكونوا ال3 جنيات اخدوا أورورا لكوخ سري في مكان بعيد جدا، وبيتحولوا الجنيات ل3 ستات كبار علشان يقدروا يعتنوا كويس بأورورا. ورغم ان هم في مكان بعيد وسري، لكن المفاجأة ان ديفال اكتشف المكان ده وعرف هم ربوها فين بالظبط، لان هو كان بيطير وراهم من غير هم ما ياخدوا بالهم. وطبعا بيروح ديفال يقول لماليفيسنت على مكان الجنيات، فبتقرر ماليفيسنت تروح لأورورا وتشوفها، واول ما بتشوفها بتفضل تقول عليها طفلة شكلها وحش وبتحاول تخوفها وترعبها، لكن أورورا بتضحك لها فبتضعف، وماليفيسنت بتمشي من قدامها على طول بسبب ضحكتها الحلوة البريئة. ولما بيجي تاني يوم بيكون ديفال بيراقب الطفلة والجنيات من بعيد، وده بأمر من ماليفيسنت، وبيلاحظ ان الجنيات مش عارفين يتعاملوا مع الطفلة ولا يهتموا بيها ولا حتى عارفين يأكلوها. وماليفيسنت بتأمره يهتم بالطفلة ويرعاها علشان ما تموتش قبل ما تتم 16 سنة. وبالفعل لما بيجي الليل والجنيات بيروحوا يناموا، بيروح ديفال علشان يهتم بالطفلة ويعتني بيها. وفي نفس الوقت ده بيكون جيش ستيفن بيحاول يدمر الجدار السحري علشان يدخلوا المملكة ويقتلوا ماليفيسنت، لكن الجدار السحري بيتحرك من مكانه وبيحاربهم وبيقدر يهزمهم كلهم. ولما بيرجع قائد الجيش لستيفن بيعرفوا ان هم مش قادرين يدخلوا للمملكة، فبيتحصل ستيفن عليه، وساعتها بيضربه وما بيكونش عارف ازاي هيقدر يتغلب على ماليفيسنت، لحد ما بيفتكر حاجة مهمة واللي هي الحديد، لان الحديد بالنسبة للجنيات نقطة ضعف كبيرة. وبيفتكر ان ماليفيسنت اتحرقت قبل كده لما سلم عليها وهو لابس الخاتم الحديد. فبيأمر رجالته يجمعوا كل الحدادين وكل الحديد اللي في المملكة. وبتعدي بعد كده السنين وبتكبر أورورا شوية، وبيكون واضح ان الجنيات مش مهتمين بيها. واثناء ما أورورا كانت بتلعب وبتحاول تمسك فراشة طايرة ومش واخدة بالها، بتكون هتقع من فوق الجبل وهتموت، لكن ماليفيسنت بتستخدم سحرها وتنقذها. وبيبان ان في جزء من ماليفيسنت لسه طيب، وبتمر سنين ورا سنين وبتكبر أورورا اكتر، وماليفيسنت لسه بتراقبها وبتحميها من بعيد لبعيد من غير ما هي تاخد بالها اصلا. وفي يوم بتقرب أورورا من الجدار السحري وبتكون تتمنى تعرف ايه العالم اللي موجود ورا الجدار ده، فبتستخدم ماليفيسنت سحرها وبتخلي أورورا تفقد وعيها اللحظات، وبتاخدها وبتدخل بيها للمملكة السحرية وبتخليها تفوق وهي جوه المملكة، وبتفضل تراقبها من بعيد كالعادة. ولما بتفوق أورورا بتشوف المخلوقات السحرية والمكان الخيالي اللي حواليها وبتنبهر وما بتكونش مصدقة
لها عينيها، وبتكون ميليفيسنت برضه بتراقبها من بعيد، وفجأة بتبص لها وبتقول لها ان هي عارفة ان هي بتراقبها، وبتطلب منها انها تتكلم معاها. وبتخرج ميليفيسنت من المكان اللي هي مستخبية فيه، وبتظهر لأورورا لأول مرة، وبتقول لها ان هي عارفاها وعارفة ان هي بتراقبها وبتحميها من زمان. وميليفيسنت بتستخدم سحرها انها تنيمها لانها بتكون صدعت منها. وبيجي تاني يوم ولما بتصحى أورورا بتاخدها ميليفيسنت جولة في المملكة، وبتوري لها المخلوقات والكائنات العجيبة، وبتبدأ أورورا تتعرف على الكائنات دي، وبتفضل تهزر وبتلعب معاهم، وحتى ميليفيسنت بتلعب معاهم، وكلهم بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيستمتعوا سوا. وبتبدأ تكون في علاقة صداقة قوية ما بين ميليفيسنت وأورورا. ولما بيجي الليل بتروح أورورا في النوم، وبتدخل ميليفيسنت أوضتها وبتقرر إنها تبطل اللعنة، لكنها للأسف بتفشل لأن اللعنة اللي هي رمتها عليها كانت قوية جدا، وميليفيسنت بقت أضعف من زمان. وبتعدي الأيام وبنشوف ميليفيسنت وهي راح تتكلم مع أورورا، وبتقول لها إن في شر في العالم ده وهي مش هتقدر تحميها منه. فبتقول لها أورورا إن عيد ميلادها 16 بكرة، وإن فاضل عليها ساعات قليلة، وإنها خلاص يعتبر كده كبرت وهتقدر تخلي بالها من نفسها كويس. وبتقول لها إن أول قرار هتاخده بعد ما تكبر إن هي هتتنقل من مملكة البشر وتروح تعيش في المملكة السحرية. فبتقول لها ميليفيسنت إن هي ممكن تتنقل وتعيش معاها في المملكة السحرية من اللحظة دي، ومش لازم تستنى لما تكبر يعني. فبتفرح أورورا جدا وبتتحمس للموضوع، وبتقرر تروح تقول الموضوع ده لخالاتها الثلاثة اللي هما بيكونوا الثلاث جنيات. وأثناء ما هي رايحة لهناك بتقابل شاب وسيم اسمه فيليب، وبيكون فيليب تايه في الوقت ده، وبيسألها على طريق القصر الملكي. فهي بتوصف له الطريق وبيتعرفوا على بعض، ومن أول نظرة الاتنين بيعجبوا ببعض جدا. وفي نفس الوقت ده ميليفيسنت ودافال بيكونوا بيراقبوهم من بعيد. فبيقول دافال لميليفيسنت إن الشاب ده هو الحل الوحيد، لكن ميليفيسنت بتقوله إن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي وإن الكلام ده كله سخافات. فبيقول لها الكلام ده سخيف بالنسبة ليكي، لكن مش من الضرورة يكون سخيف للكل، خصوصا لو مصير أورورا متعلق بيه. وهو بيسيبها ويمشي وهو متضايق منها. وبعدها بنشوف أورورا وهي رايحة للجنيات اللي ربوها، وبتقول لهم إن هي كبرت وقررت إنها تسيب البيت. فبيتعصبوا كلهم عليها وبيقعوا في الكلام، وبيقولوا لها إن هم هيرجعوها لأبوها وهو يتصرف معاها. فبتتصدم أورورا لأنهم مفهمينها إن هي يتيمة وإنهم متبنيينها، وبسبب غلطهم ده بيضطروا يقعدوا معاها ويحكوا لها على كل حاجة من الأول. ولما بتعرف أورورا كل حاجة بتروح تواجه ميليفيسنت بالحقيقة وبالتعويذة اللي هي عملتها عليها. فبتحاول ميليفيسنت تعتذر لها وبتقرب منها وبتحاول تصالحها، لكن أورورا بتبعدها عنها وهي منهارة من العياط وبتسيبها وبتمشي. وبتروح أورورا بعد كده لستيفن أبوها وبتقوله إن هي بنته، وهو طبعا بيقدر يتعرف عليها علشان هي شبه أمها جدا، لكنه بيتعصب إن الجنيات رجعوها قبل عيد ميلادها بساعات، وبيأمر رجالته يحبسوا أورورا في أوضتها. وبالفعل هم بياخدوها وبيحطوها في أوضة، لكن هي بتقدر تهرب منهم وبتفضل تمشي في القصر لحد ما بيفوت الأوان واللعنة بتشتغل. وبتبدأ أورورا في حالة من النوم الأبدي، وفي اللحظة دي بتدخل ميليفيسنت المكان وهي معاها فيليب، على أمل إن لما فيليب بيتقرب من أورورا اللعنة تتفك. وبيقرب منها فعلا وبيبوسها، لكن مفيش أي حاجة بتحصل، والكل بيفقد الأمل إن أورورا تفوق من الحالة اللي هي فيها دي، خصوصا ميليفيسنت اللي بتنهار من العياط وبتزعل جدا على أورورا. وبتعتذر ميليفيسنت لأورورا على اللي هي عملته فيها، وبتقرب منها وبتبوسها وهي بتعيط. والمفاجأة هنا إن أورورا بتفوق من الحالة اللي هي فيها واللعنة بتتفك، وده لأن ميليفيسنت بتحبها زي بنتها فعلا، والحب اللي بتحبه لها ده حب حقيقي، وده كفيل إن هو يكسر اللعنة. وساعتها كانت طايرة من الفرحة ومش قادرة تصدق عينيها من اللي بيحصل، وبتاخدها ميليفيسنت علشان يخرجوا من القصر. لكن المفاجأة إن الجنود بيهجموا على ميليفيسنت وبيرموا عليها شبكة حديد بتخليها مش عارفة تتحرك، وبيهجموا عليها بأسلحة كلها حديد وبيفضلوا يضربوا فيها. وفي آخر لحظة قبل ما يخلصوا عليها بتحول ديفل لتنين، وهو بيضرب كل الجنود وبيقدر يبعدهم عنها وبيقدر ينقذها. وفي وسط المعركة دي بتروح أورورا تشوف أي حاجة تساعد بيها ميليفيسنت علشان شافت الجنود ضربوا ديفال وسيطروا عليه، وكمان بيحاوطوا ميليفيسنت من كل اتجاه. وفي اللحظة دي بيدخل ستيفن علشان يخلص على ميليفيسنت وبيكون خلاص هيخلص عليها، لكن في آخر لحظة أورورا بتدي ميليفيسنت الأجنحة بتاعتها، وده لأن ستيفن كان محتفظ بالأجنحة بتاعتها. ولما أورورا شافتها قررت ترجعهم لميليفيسنت وتساعدها، وبالفعل بتستخدم ميليفيسنت الأجنحة بتاعتها وبتتصدى لستيفن وجنوده، وبتحرر ديفال وبيرجع يشتبك مع الجنود مرة تانية، والمرة دي بيقدر يحرقهم وبيخلص عليهم. وميليفيسنت بتاخد ستيفن وتطير بيه لمكان عالي وبتكون هتقتله، لكن في النهاية بتغير رأيها وبتقرر انها تسامحه وتسيبه، لكن بمجرد ما بتديله ظهرها بيحاول يقتلها، فبتاخده وبتطير بيه لمكان عالي وبترميه من فوق وبيتفرج عليها وهو بيموت. وكده بتكون قدرت ميليفيسنت تحقق انتقامها من الشخص اللي خانها، وبتهدم ميليفيسنت
ماليفيسنت الجدار السحري اللي كان بيفصل بين المملكتين، وبتوحد المملكتين وبتخليهم مملكة واحدة، وبتجمع ماليفيسنت الشعبين وبتبلغهم ان الملكة بتاعتهم هي أورورا، وبكده هيكونوا كلهم عايشين في سعادة في أرض واحدة من غير ما يكون في بينهم صراع أو أي مشاكل. وبترجع تاني ماليفيسنت للشخصية الطيبة واللطيفة، وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.